السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هناخد درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان دور المنطق في تكنولوجيا الاتصال. في البداية لازم نعرف إن خبراء الذكاء الاصطناعي أدركوا أهمية المنطق الرياضي الرمزي وأدواته المنظمة لعملية التفكير في محاكاة قدرة العقل البشري وسلوكه الذكي في تنفيذ المهام باستخدام الآلة. عشان كده قاموا بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام أدوات التفكير المنطقي زي الاستنتاج والاستدلال. كان للمناطق والرياضيون دور رئيسي في الذكاء الاصطناعي، وده اللي دفع البعض للقول بأن المنطق الرياضي الرمزي هو المؤسس لعلوم الكمبيوتر. هنشوف دلوقتي جدول ازاي نحول فيه أو ترجمة القضايا من اللغة العربية الطبيعية للغة الرمزية الرياضية. مثال على كده عندنا لما نيجي نقول مثلا تاليا تسافر إلى الإسكندرية كل أسبوع، دي قضية موجبة والرمز بتاعها قدامنا اهو. عندنا حسام ليس طالبا في كلية الآداب، دي قضية سالبة والرمز بتاعها قدامنا سالب قاف. عندنا لما نيجي نقول حسن موظف وسحر أستاذة جامعية، دي قضية عطفية. عندنا لما نقول إما أن أذاكر دروسي أو أستمع إلى الموسيقى، دي قضية انفصالية. عندي مثلا لو احنا قلنا إذا كان أحمد مصريا فإن أحمد عربيا، دي قضية شرطية وليها اسم تاني نقول قضية لزومية. عندنا نقول مثلا قضية لما نقول ستتقدم مصر إذا وفقط إذا حققت التنمية الشاملة، دي قضية تشارطية أو قضية تكافؤية. وكل قضية من دول اتحولت لرموز زي ما احنا شايفينها من اللغة العربية للغة الرياضية. عندنا من ضمن الروابط لو نفتكرها مع بعض، عندنا رابط الوصل بيبقى فيه حرف الواو ولكن. عندنا رابط الشرط اللي بنستخدم فيه إذا والجملة وسوف. عندنا رابط السلب بنستخدم فيه ليس أو لا. عندنا رابط الفصل بنستخدم فيه إما والجملة وأو. رابط التشارط بنستخدم فيه إذا وفقط إذا.